بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض كوردون بلو. فانا مقطعه قطع الصدور بالمنظر ده عريضه كده. انا هحطها كل قطعه ما بين كيس بالمنظر ده، وهفردها بشاكوش البفتيك. هحطها ما بين كيس وهمسكها هفردها بالشاكوش بالمنظر ده على خفيف من غير ما اقطعها. هعمل الكمية كلها بتاعتي، افردها وبعدين هتبلها ونشوف مع بعض نتبلها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خلاص دقيت كل كمية الفراخ بتاعتي، فردتها بالشاكوش اهي خلاص، وجبت لها هتبلها بقى بالتوابل. عندي توم، عندي ملح، توم بودر، بصل بودر، شوية بهارات فراخ على شوية كاري وفلفل. ملح خلاص، يبقى ملح وفلفل وبهارات وتوم بودر وبصل بودر، كل ده هقلبه على بعضه وهتبل بيه الفراخ على الناشف علشان الكوردون بلو بتاعي. شوفوا انا ما حطيتش سوائل عشان ما يفكش مني. هقلبه كويس قوي وهتبل الفراخ يعني بالمنظر كده كله على الفراخ، وهمسك الفراخ كويس قوي قوي اتبلها كلها وهفردها على بعض. انا كده بقلبها بايدي وهفردها مع بعضها واحده واحده. خلصتها تبلتها كلها وفردتها فوق بعضها. هسيبها بقى اغطيها واسيبها لمدة على الاقل ساعتين، ولو عملتها من على بيات يا ريت. هنشوف مع بعض بعد كده بعد الساعتين هنعمل لها الحشوة بتاعتها. خلاص بعد ما حطيتها في التتبيلة لمدة ساعتين، انا جبتها فردتها كده وحطيت عندي دي جبنة شيدر. ممكن اجيب معاها اي نوع من انواع الحاجات المدخنة، رومي مدخن، لحم مدخن، او ادخل معاها بسطرمة، ادخل اي حاجة تانية زي ما انتوا عايزين، اللي عنده حاجة اي امكانيات. دي جبنة شيدر. فانا بحط القطعة كده وهمسكها، يعني لو عندي حاجه من الحاجات التانية اللي بتبقى مفروده او جبنه برضو شيدر من المفروده، بمسكها الفها رول واحطها في الطرف كده مع اللي انا هحطه، وهلف القطعه بتاعتي كده كويس. طبعا انا بشتغل بايد واحده بس بوريكم. وهحطها وارصها في طبق واسيبها في التلاجة بالمنظر ده. هعمل كل الكميه بتاعتي هلفها كده، هلفها كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. انا بشتغل بايد واحده فطبعا مش هيبقى مية مية، هعيد عليهم طبعا. انا بوريكم بس الطريقة. الفها كويس وهحطها في طبق وارصهم لما اخلص الكمية. اي حشوة عندك ان شاء الله جبنة قريش، ان شاء الله اي حاجة زي ما انتم شايفين كده، واحطها في التلاجة لقيمة ساعة او ساعتين وبعدين نبقى نشوف هنحمرها ازاي. خلاص خلصت الكمية بتاعتي كوردون بلو كله. هحطه في التلاجة بقى لقيمة ساعة او ساعتين كده وبعدين ابقى احمره معاكم وهنشوف هنعمل له كفر ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي الكوردون بلو سبته حوالي ساعتين او 3 او ليلة زي ما انتوا عايزين، المهم لازم ياخد وقت عشان يشرب التتبيلة. انا بقى دلوقتي هجهز الكفر. انا جبت بيضتين او بيضة حسب الكمية وملح وفلفل، وهنا معلقة صغيرة خل. هفكه بمعلقة صغيرة خل مع معلقتين مية او لبن. بس اللبن لو قعد فترة او اي حاجة مغلفة فيها لبن ما بتقعد شوية بتطرى، لان اللبن معروف حتى المخبوزات لو فيها لبن بعد شوية بتلاقيها طرية وجميلة. فاحنا مش عايزينه يطرى، فاحنا هنخفه بمعلقتين مية علشان يفضل مقرمش من بره وطري من جوه. بعد كده اما اقلبهم كويس هضربهم كويس هنشوف هنعمل البيض كويس مع معلقه الخل الصغيره مع معلقه الميه او معلقه ميه. عندي بقى هنا الكفر عباره عن بقسماط، دقيق، نص معلقه صغيره بابريكا، ربع معلقه ملح لازم ابهره، وهنا كركم. ليه كركم وبابريكا بيدوله
لون جميل قوي قوي. انا هقلب كل المكونات دي مع بعضها كويس، وبعدين هجيب الكوردون بلو، اخد الواحده واحطها في البيض وبعدين في الخليط اللي انا عاملاه ده. انا عندي زيت سخنته في الطاسه، وبعدين وطيت النار للنص، او ممكن اقل من النص شويه. انا لا عايزاه يكر ميه ولا انا عايزاه يشعوط، المهم عندي يستوي كويس. فانا هحط كده الكميه بتاعتي. شايفين الزيت سخن، بس انا هديت النار مش قوي برضه عشان انا مش عايزاه يكر سوائل. فانا بخلي النار يا اما النص او يعني ايه اقل من النص بشويه. هنشوف بقى هحط الباقي ونشوف هيبقى ايه. ما شاء الله، شايفين الجمال واللون. دقيقتين كده وهشيل، لان انا يعني انا قلبته اكتر من مره. هسيبه كمان دقيقتين كده وهشيله بقى على مناديل مره. ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين الجمال، كريسبي من بره وطري من جوه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، مستوي ما شاء الله. بألف هنا وشفا.